السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض دانوتس زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. طريقة سهلة وبسيطة مختلفة خالص عن كل مرة. كل مرة بنقلي الدانوتس في الزيت، المرة دي سويناه في الفرن. شايفين شكله حلو ازاي وطعمه خطير. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم. يلا بينا يا حبايبي ندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا الدانوتس ده ازاي. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجه لذيذه كده وبسيطه وكل الاولاد بيحبوها والكبار كمان. هنعمل مع بعض الدانوتس، سهل وبسيط. والمره دي كمان احنا مش هنعمل الدانوتس بتاعنا في الزيت، مش هنقليه في الزيت، لا هنسويه في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه خالص، وهنزينه تزيينات بسيطه خالص ان شاء الله. هنبدا بقى ايه؟ نعجن عجينه الدانوتس. معايا 1.5 كوباية من الحليب، تلت كوباية من السكر، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة، نقلب كده السكر والخميرة واللبن مع بعض. ومعايا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، نقلب كويس لغاية ما السكر يدوب خالص. كده دوبت السكر خالص. معايا 4 كوبايات ونص من الدقيق المنخول. انا مش هنزل بيه كله، هسيب مقدار كده ايه، نص كوبايه اركنها على جنبي لو احتجتها اهي. لو احتجتها احطها، ما احتجتهاش يبقى خلاص. اقلب كده. ومعايا ايه، رشه ملح. والم العجينه بتاعتي كده بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. انا عجينتي طريه فهحتاج ايه، النص كوبايه، يبقى مقدار الدقيق اللي انا استخدمته 4 كوبايات ونص. هلم العجينه بتاعتي. لميت العجينه كده زي ما انتوا شايفين، وعلى الترابيزه او الرخامه بتاعتك اللي انت بتشتغلي عليها. وعجيني عجينتك كده كده. احنا قلنا بقى ايه، نعمل مع بعض النهارده طريقه جديده للدانوتس. كل مره بنعمله ايه، بنقليه في الزيت. المره دي هنعمله بطريقه مختلفه خالص. نعجن العجينه كده كويس، نخدمها كويس كده كده، نرميها كده. تفضلي بقى تعجني فيها كده لمده ايه، 5 دقايق. هحطها بقى في الطبق واغطي عليها كده عشان ايه، تخمر. هغطيها.
هغطيها باسترتش زي ما انتم شايفين كده لمدة 40 دقيقة، وبعد كده ايه هتكون خمرت واستريحت علشان نقدر نقطعها ونشكلها مع بعض. رجعنا بعد تلت ساعة والعجينة بتاعتي خمرت زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. العجينة زي ما انتم شايفين كده هنبدأ بقى ايه نشتغل فيها. شوية دقيق كده واخد جزء من العجينة خدت جزء من العجينة كده والجزء التاني هركنه على جنب. افرد العجينة كده معايا النشابة بتاعتي، افرد كده زي ما انتم شايفين كده. فردت العجينة بتاعتي، شايفين السمك بتاعها كده كويس قوي. معايا بقى قطاعة الدانوتس، نجيب شوية دقيق كده واجي كده بسم الله زي ما انتم شايفين كده. انا معايا الصاج بتاعي حاطه فيه ورقه زبده كده، اسيب ايه مسافه بين كل واحده والتانيه علشان خاطر لسه كمان هيستريح شويه قبل ما يدخل ايه الفرن. احوش بقى كده العجينه كده، الزيادات دي كلها بنرجع ايه نعجنها تاني زي ما انتم شايفين كده. واجيب الصاج اشيل الزيادات ديت بعد كده. زي ما انتم شايفين كده هغطي عليها لمدة 10 دقايق وبعد كده ايه ادخلها الفرن. خلصت كده انا تقطيع الدانوتس بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هغطيه بقى
هنقعده 10 دقايق يستريح كده ويخمر تاني. وبعد كده هنبدأ نحط صينية في الفرن على درجة حرارة 220. الصينية مش هتاخد اكتر من 8 ل 10 دقايق، مش اكتر من كده، من فوق وتحت، وممكن يكون اقل من كده على حسب الفرن بتاعك. هنسوي الدونتس بتاعنا وبعد كده هنبقى نرجع مع بعض تاني اوريكم شكله علشان نزينه بالشوكولاتة. شايفين يا حبايبي؟ شايفين شكل الدونتس اللي مستوي في الفرن؟ ولا زيت ولا حاجه. شايفين استوى حلو ازاي؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ حبينا نغير بقى كده تغيير. ايه رايكم بقى في الشكل الجميل ده؟ انا معايا بقى شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك او غامقه، ومعايا سبرينكس، ومعايا شوكولاته شوكليت شيبس، ومعايا فورماسيل. هنبدأ بقى نزين الدونتس بتاعنا. بسم الله. همسك واحدة كده، واروح جايبة هنا كده في الشوكولاتة الغامقة كده، وواحدة في الشوكولاتة البيضة كده، ايه رأيكم؟ وفي كذا حاجة برضو هنعملها مع بعض، بس انا حبيت يعني اوريكم التزيين كده بسيط وجميل وشكله حلو قوي. ايه رأيكم كده بقى في شكل الدونتس بتاعنا النهارده؟ زينا كده تزيينه بسيطة، طعمه حلو قوي وشكله جميل. وغيرنا بدل ما بنقليه في الزيت كل مرة، سويناه في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شفتوا معانا في الفيديو. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو بتاعي يعجبكم. اذا عجبكم لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.